صباح الخير، اتفضلوا معايا. طيب لو حابب ترد رد، لو مش حابب انت عرفتي منين ان هو بيرن قبل ما يرن؟ انا جاوب اجابات نموذجيه. ايه اللحظه اللي حسيتني ان انا لازم ابقى ممثل؟ والله يعني على قد ما انا ممكن افتكر انه افلام كنت بشوفها كتير زمان اتفرج عليها بخرج منها متضايق جدا من كتر ما انا نفسي اكون مكان الناس اللي كنت بتفرج عليهم. دي لحظات فاكرها في افلام طبعا معينه مش لازم اقولها، عشان اشتغلنا كتير وعشان حقيقه الامر ان من اول ما اشتغلنا واحنا اكتشفنا انه فاهمين بعض جدا، بنعرف تويك الحاجات شويه، نعرف نفهم نيرف بعض. فلما ده مهم قوي، يعني انا ممكن ما اعرفش اشرحه بس ده مهم قوي. لما تعلى اللي قدامك ينزل، لما ينزل يعلى، في هنا حاجه بتحصل ما بتتشرحش قوي بس هي ممكن تتعمل بالتمرين، بس ممكن تبقى طبيعيه جدا، وهي الميزه هنا انها طبيعيه عامه بشكل عام. هو مسلسل هيفضل طول الوقت مرحله فارقه في حياتي، جايز ما كنتش متوقع كده قوي، بس انا ما كنتش بعمل مسلسلات قوي، والحمد لله المسلسلات اللي عملتها قبليه اعتقد ان هي كانت سايبه امباكت كويس. يعني ليه لا اتنين او انا وهي، دي المسلسلات اللي عملتها قبل عمر افندي. مسلسلات بالنسبه لي برضو كانت علامات كبيره، بس عمر افندي هو علامه مختلفه تماما، اكبر توفيق ربنا قبل اي حاجه بكتير، بفرق كبير من اجتهادنا وكل حاجه. توفيق ربنا كان كبير قوي. الماس اللي اتفرج على المسلسل من اطفال ومن ناس كبيره ومن شباب وكده، ده بالنسبه لي ما اظنش قابلته قبل كده بالشكل ده. انا مبسوط بالتجربه جدا. التجربه نفسها كانت مختلفه لانه التصوير في ساتس قديمه نفسها بتديك احساس جديد عليك. كل دي تجارب مش سهل تتكرر في اي اعمال تعملها. اظن ده اول مره اعمل حاجه فيها الزمن ده. فيلم عاشق وفيلم الملحد تقريبا من اواخر 2020 وبدايه 2021 على ما اتذكر. فيلم عاشق فيلم انا بحب الحدوته بتاعته جدا، بحب الشخصيه بتاعته جدا، بحب نوع الانتقام اللي جاي من مشاعر ومن قصه حب، مش جاي من بس الانتقام ده وايد جدا، يعني ممكن يبقى مرض نفسي، غل، حقد، انما في انتقام جاي من حب. دي كانت بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي شدتني فيه، لانه غصب عنك لما تعرف هتتاثر بالكاركتر او بالشخصيه. ده كان رهاني يعني عليها. كنت عايز هنا اكتر حد لانه عشان الناس تحس ده قوي في الاخر، كان فارق معايا ده حتى لو مشهد واحد. وهو جونر نوار، هو جونر يعني مش رومانتك حتى، هو جونر ظلامي يعني كئيب، وده مش معتاد والناس شويه ممكن تخاف منه، بس هو مكتوب بشكل سسبنس شويه، بشكل مش ممل. يعني انا في الحاجات دي قدري جدا، وقدري بجد، مش بجان يعني، مش بطيب خاطري يعني. وتمام ببقى حابب الخطط اللي مالناش يد فيها دي جدا، وبجتهد وبعمل اللي انا مقتنع بيه وبعمل اللي اقدر عليه في كل حاجه، واللي يحصل يحصل.